إذا فكرت إن الصور بس بتوثق لحظاتنا الحلوة والجميلة فأنت بتكون غلطان. ب31 يناير سنة 2012 الساعة 10 المساء في شاب تايواني اسمه تشين رانغيو. تشين دخل على كافيه انترنت موجود بالمدينة اللي هو عايش فيها بتايوان اسمها تايبي، ومثل العادة دفع حق اللعب اللي هو بده يلعبه لكم ساعة وفات لجوا. طبعا لما فات لجوا كان مشتري مشروب معه، فقعد على اللابتوب وبلش يلعب. كان هدفه انه يلعب لأطول فترة ممكنة. هو مدمن لعب، بحب اللعب، بحب انه ضله عم بيلعب لوقت طويل كتير. يعني حرفيا كان يقعد بالساعات يلعب، ينسى حاله، ينام شوي، يصحى، يكمل لعب، يرجع ينام. كان مهووس باللعب. بهي الليلة ضل يلعب لمدة 14 ساعة متواصلة، هيك لحد ما فجأة وهو عم بيلعب ومتحمس، عم بيلعب بهي المعركة المصيرية. اللعبة كانت عنيفة مستفزة، فيها أشياء يعني بتخلي الواحد يعصب ويتنرفز. فبهذا الوقت صار شي غريب مع تشين. مرق 9 ساعات وما حدا انتبه عليه شو اللي صاير معه. والموظفة اللي كانت بتشتغل بهذا الكافيه كانت عم تلف بين الزباين لحتى تتأكد انه الكل دفع، الكل عم بيلعب وكل شيء تمام. شافت واحد واحد هيك لحد فهي الموظفة وصلت لعند تشين، حكت معاه بس هو ما رد عليها، فلمسته علشان يجاوب عليها. فبهذا الوقت اللي هي لمسته فيه الولد فجأة رجع لورا. ارتعبت الموظفة لأنه شافته لتشين متيبس وهو مكانه. تشين كان ميت من ساعات، قاعد بنفس الوضعية وكأنه عم بيلعب، ولا شخص حواليه حس بأنه هذا الولد ميت، في شيء مو طبيعي، جسمه مخشب. الصورة يلي أخدوا له إياها وهو متيبس بهديك الوضعية رح تضل محفورة بقلب كل من شافها لفترة طويلة. 11 أكتوبر سنة 2023 في شاب اسمه سامويل غوميز. سامويل كان يدوب واصل على مدينة بورتلاند الموجودة بأورغن، فوصل ونزل على الفندق اللي هو حاجز فيه. بعد ما وصل وخلص حط أغراضه قرر إنه يطلع من الفندق لحتى يتمشى. سامويل أول ما طلع من الفندق سمع صوت ضجة ناس، فلما انتبه على المكان اللي جاي منه الضجة انتبه إنه في مجموعة من الناس مجتمعين على شيء معين، فهو مو عارف على شو الناس مجتمعة. السيارات كانت عم تزمر حواليه، الشرطة كانت موجودة كمان بالمكان. فإجا الفضول سامويل بإنه يمسك جواله ويبلش تصوير، يعني مثله مثل أي واحد بصير معه هيك شيء. فبالوقت اللي سامويل كان ماسك فيه جواله وعم بيقرب شوي شوي من المكان ومن الناس ومن العجقة كلها، أخذ صورة لضابط شرطة كان قاعد بسيارته. بس المفاجأة إنه هذا مو شرطي، هذا مجرم اسمه جيفري هاموند. من شوي قتل شخص اسمه رايان عمره 47 سنة، من شوي أطلق النار عليه وضله ماشي. فبالوقت يلي جيفري كان ماشي فيه ولسه ماسك المسدس، سامويل وهو عم بيصور المكان وعجقة الناس أخذ صورة لمين؟ لجيفري اللي كان حامل المسدس. فجيفري لما انتبه إنه في حدا صوره فوراً أطلق النار على سامويل. فوراً تم إسعافه لسامويل على المستشفى، وهو بالمستشفى قال للممرضين شو اللي صار معاه. والطلقة النارية ما كانت قاتلة اللي اجت عليه، فمن بعد ما طاب وكل شيء عرف بأنه هو صور القاتل، لهيك اجته طلقة نارية منه. وعرف إنه الناس كانوا مجتمعين والسيارات كانت عم تزمر لأنه من شوي قتل رايان. الشرطة اعتقلوا لجيفري، والصورة يلي أخذ له إياها سامويل تعد من الصور المخيفة يلي تصورت بسنة 2023. أبريل سنة 2018 في رسام اسمه لويس هرنانديز. لويس كان عايش بكوخ صغير موجود بفنزويلا.
كل حياته كانت عبارة عن رسم، فن، لوحات، ألوان. الكوخ اللي كان ساكن فيه كمان يعني في رسومات خيالية، رسومات حلوة. وكان بهذا الوقت عم بيرسم لوحة تكريمية لحبيبه المفقود اسمه ليساندرو. ليساندرو اختفى فجأة، ما حدا بيعرف وينه، فالشرطة داهمت المكان يلي بالوقت هاد لويس كان عم بيرسم فيه. فالشرطة لما فتشوا الكوخ بالكامل لقوا شي خيالي مستحيل يتصدق. كل لوحاته للويس كان فيها دم بشري، رماد جثث. كمان لوحته الأخيرة يلي كان عم برسمها بالوقت يلي الشرطة داهموا المكان، داهموا الكوخ اللي هو ساكن فيه، هاي اللوحة كان عم برسمها بدم حبيبه ورفيقه المختفي ليساندرو. الشرطة لما عرفوا بكل هاي المعلومات طبعا اعتقلوه. لما بلشوا يستجوبوا للويس، لويس قالهم بأنه أنا تخانقت مع ليساندرو، تخانقنا على موضوع ما، فبالنهاية أنا قتلته. لما قتلته قطعته وبلشت أستخدم أجزائه بالرسم، مع أنه حبيبه ليساندرو هو يلي أخده من الشارع وقعدوا معاه بهذا الكوخ يلي هو بيمتلكه. في لوح كانت موجودة بالكوخ فيها لون أحمر، مثل رسمة كانت مرسومة في عليها شفايف. الشفايف هاي كانت ملونة باللون الأحمر. اللون الأحمر هذا اللي موجود على الشفايف كان من دم بشري. في لوحة تانية كمان مرسوم فيها وش أحمر، هذا الوش الأحمر كله كان بدم إنسان مطلي. المصيبة إنه لويس اعترف إنه ما بس قتل حبيبه يلي كان ساكن معاه، كمان قتل 5 أشخاص تانيين. استخدم أعضائهم علشان فنه، وأحيانا كان ياكلهم لما يحس إنه هو جاي عباله ياكلهم. وبالنهاية لويس تم سجنه من بعد ما عرفوا إنه قاتل متسلسل. ولد اسمه لوكاس ب 18 أبريل سنة 1999. لوكاس عايش مع أمه وأبوه ومع أخواته الاثنين. فهدول ال5 أشخاص أو العائلة ككل كانوا ساكنين بجنوب فرنسا. ولوكاس كان ترتيبه من بين إخواته كان الثاني. أخوه الكبير اسمه فالنتين، بينما أخوه الصغير اسمه آرثر. لوكاس يعتبر ولد خجول لطيف متعاون وبحب كثير الحيوانات الأليفة والطبيعة. بسنة 2015 لوكاس عمره 15 سنة. بهاي السنة كان هو متفوق بالمدرسة، بيحلم إنه يصير طبيب بيطري لما يكبر. ولما بيصير في عنده وقت فراغ بيروح هو وأخوه يتعلموا السباحة وكمان يلعبوا تنس. وعنده كمان شغف بالكشافة واستكشاف الطبيعة. لوكاس ما كان كتير نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما كان يستخدم إلا السناب شات لحتى يبعث الكلام لرفقاته أو بعض الفيديوهات منه. بتاريخ 18 مارس سنة 2015 حوالي الساعة 5:10 المساء، هون أخوه الكبير للوكاس اللي اسمه فالنتين قال له يا لوكاس جهز حالك لأنه ما ضل وقت كتير على موعد درس السباحة يلي بخصنا، فلازم تجهز حالك علشان نطلع من البيت أنا وياك. وبالفعل لوكاس لبس وكمان أخوه لبس، بس قبل ما يطلعوا الاثنين من البيت لوكاس قال لأخوه روح انت سبقني على محطة الباص لأنهم بدهم يروحوا بالباص. فقال له انت روح سبقني ووقف بمحطة الباصات على بين ما انا اعمل كم شغلة وبعدين بقفل الباب وراي وبالحقك. لأنه بيتهم بيبعد عن محطة الباصات تقريبا 20 دقيقة مشي. فأخوه قال له طيب خلص أنا رح أطلع قبلك وإنت الحقني بعدين. وصل فالنتين اللي هو أخوه للوكاس على محطة الباصات وقعد لحتى يستنى أخوه كمان يستنى الباص. لما طول لوكاس وما كان يجي، هون أخوه اتصل عليه كتير على تليفونه بس ما كان يرد عليه. بعدين شاف آخر ظهور لإله على الواتساب كان الساعة 5:14 وكمان رجع اتصل عليه بهذا التوقيت شاف إنه تليفونه اتسكر. فالنتين هون قال بينه وبين حاله إنه يمكن هو ما جعباله اليوم يروح على درس السباحة، خلص أنا رح أطلع بالباص لحالي وبس أرجع بشوف شو صار معه. صارت الساعة 6 المساء، رجعت ناتالي على البيت. مين ناتالي؟ هي أمه للوكاس.
رجعت على البيت من بعد ما خلصت شغلها لأنه هي بتشتغل مهندسة، فرجعت على البيت مع ابنها الصغير آرثر. فأول ما وصلت على البيت ناتالي كانت مفكرة أنه أكيد أولادها كالمعتاد اللي هن لوكاس وفالنتين هلأ موجودين بدرس السباحة، فقالت خليني أرتب البيت شوي أشوف شو بدي أعمل، وبعدين من بعد ما خلص لازم روح أنا لعندن علشان جيبن على البيت. خلصت أمورها ناتالي وحملت حالها علشان تجيب أولادها من درس السباحة، بس اللي صار إنه اللي طلع من هناك بس فالنتين لحاله. أمه بلشت هون تسأله على درس السباحة كيف كان معاك اليوم، وضلت واقفة عم تستنى لوكاس. ففالنتين قال لها يا ماما أنت مين عم تستني، يلا امشي نروح على البيت. ناتالي هون قالت له أنا عم بستنى لوكاس لأنه لوكاس المفروض يكون معاك جوا. قالها يا ماما لوكاس ما إجا معي على درس السباحة، احنا لما اجينا بدنا نطلع من البيت قال لي انت روح اول شي على محطة الباصات وانا رح الحقك. فانا لما شفته تأخر قلت يمكن اليوم ما جا باله يروح على الدرس، قلت خليني اروح لحالي. فامه هون قلقت كتير لانه هي كانت بالبيت وبتعرف انه ما كان في حدا بالبيت. فهون الاثنين قلقوا كتير على لوكاس. فورا تواصلت الأم بالمستشفيات بأقسام الشرطة لحتى تعرف إذا ابنها كان موجود عندهم أو لا. هي كانت عم تتواصل مع المستشفيات وكمان أقسام الشرطة يلي حوالين البيت، بس كلهم قالوا للأم إنه اليوم ما إجانا واحد بهذا الاسم وكمان ما شفنا واحد بهذا الشكل، لأنه طبعا هي عرفت من ابنها فالنتين شو كان لابس لوكاس آخر مرة. هون الأم قالت طيب خلص خليني أتواصل مع رفقاته، أكيد يمكن هو راح مع شي رفيق. اتواصلت مع كل رفقاته قالوا احنا ما بنعرف عنه شي. بعدها قالت ما إلي غير اني اتصل بالشرطة وبلغ عن اختفاء ابني. من بعدها رجعت على البيت مع أولادها، وتقريبا على الساعة 11 المساء بنفس اليوم هون رجع أبوه لوكاس على البيت. رجع على البيت وقالت له زوجته إنه ترى ابنك مختفي وإحنا ما بنعرف وينه. الشرطة الفرنسية فتحت تحقيق فوراً بعد وقت كتير قصير لأنه الولد يعني يعتبر لساته صغير. مرق أول أسبوع على اختفاء لوكاس وما كان في له أي أثر بأي مكان. بدأت عمليات البحث بكل المناطق وكمان المناطق اللي كانت موجودة حوالين بيته، المناطق اللي هو معتاد إنه يروح عليها كمان ما لقوا له أي أثر. فتشوا بالأنهار بالغابات بمساعدة الهليكوبتر الكلاب البوليسية، كمان شارك بالبحث أكثر من 500 شخص بس ما في حدا جاب نتيجة. وقال إنه إحنا والله لقيناه أو لقينا أثر لإله، الكل قال إنه إحنا ما لقينا أي شيء بخصه. نشروا كمان صور للوكاس ومعلومات عنه بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان ناشد عدد من الشخصيات الفرنسية المهمة. الجمهور قالهم لو سمحتوا إذا أنتوا بتعرفوا أي معلومات عن هذا الولد لو سمحتوا روحوا لقسم الشرطة وبلغوا عن المعلومات اللي عندكم. كمان أهله طلعوا بأكثر من برنامج تلفزيوني لحتى ينشروا قضية اختفاء ابنهم. كمان عائلته قالوا إنه مستحيل يطلع برات البيت ويختفي لأكثر من يوم بدون ما يبلغنا هو وين. فقالوا إنه إحنا شاكين 100% إنه في حدا اختطفه من بعد ما هو طلع من البيت، خصوصا إنه بهاي الفترة أخوه ما كان معاه، أخوه كان بمحطة الباصات. وكمان استبعدوا إنه هو والله ممكن ينهي حياته أو ممكن هو يلتحق بشي منظمة خاصة للقتل. الشرطة استجوبوا عائلته للوكاس، كمان أقاربه، أصدقائه، مدرسينه، حققوا كمان مع سائق الباص يلي كان موجود واللي كمان تابع لهي المحطة، بس ما حدا عطاهم معلومة مفيدة. كلهم قالوا إنه إحنا ما شفناه بهداك الوقت. حتى كمان الشرطة حاولوا يتواصلوا مع الأشخاص اللي كانوا موجودين بهداك اليوم واللي كانوا طالعين بالباص، يعني بركي حدا لمحه هو ماشي على الطريق جاي باتجاه المحطة. بس المشكلة إنه الشرطة ما قدروا ياخدوا أقوال كل الأشخاص اللي كانوا واقفين بهداك الوقت، يعني بس كم شخص. فهدول الأشخاص قالوا إنه إحنا ما شفناه. الشرطة قالوا طيب خلينا نفوت على غرفة لوكاس بالبيت، خلينا نشوف إذا في شي ناقص، يمكن هو ضب أغراضه وهرب من بيت أهله. ففعلا فاتوا الشرطة على غرفته،
شافوا إنه تيابه تبعت السباحة لساتها موجودة بالغرفة، وكمان هويته كانت موجودة بالغرفة، دراجته اللي هو دايما بركب عليها موجودة بالبيت، ما أخذ مصاري من أي حدا، وكمان ما معه مصاري زيادة لحتى يكفيه كل هاي الأيام اللي هو غايب عنها عن البيت. هو ما بيحمل سكينة لأنه بالعادة هو أوكي بياخد معاه شنطة، بس هاي الشنطة ما بيكون فيها أدوات حادة. فيلي مبين بالموضوع كله إنه هو بس أخذ حقيبة الظهر تبعته. فهلأ الشرطة اعتقدوا شو؟ اعتقدوا إنه هو لو كان مخطط إنه بده يهرب من بيت أهله كان على الأقل أخذ معاه مصاري زيادة، أخذ معاه ملابس زيادة، أخذ معه هويته على الأقل إذا هو بده يترك البيت لهذا الوقت الطويل. ولهلأ سبب اختفائه مجهول. فما حدا بيعرف إمتى اختفى. هل هو اختفى لما كان عم بيقفل باب البيت؟ هل هو اختفى لما كان رايح بطريقه على محطة الباصات؟ أو يمكن بهداك الوقت لأنه كان لحاله بالبيت، يمكن يكون في حدا مراقب البيت فراح دق الباب عليه وبعدين فتح له الباب لوكس، وهذا الشخص فات لعنده على البيت وخطفه. يعني فينا نقول في أكثر من تفسير، ولكن ما في الحل هلأ. وصلوا لحسابه الشخصي الموجود على سناب شات، اتضح انه هو تواصل مع رفقاته بشكل طبيعي وما في شيء مريب بحسابه. أكثر من شاهد راحوا على مركز الشرطة قالوا انه احنا شفنا له لوكس باليوم اللي هو اختفى فيه. من بين هدول الشهود في وحدة قالت إنه أنا شفته للوكس، أو شفت واحد يمكن يكون بنفس عمره للوكس، لأنه صراحة أنا مو متأكدة إذا هو أو لا. هذا الولد أنا شفته بين الساعة 5:15 والساعة 5:30 المساء. قالت لهم أنا شفت هذا الولد عم بيمشي بهاي المنطقة اللي كانت عم تحكي عنها كانت بتبعد عن بيته للوكس تقريباً نص ساعة. كمان في سيدة تانية قالت إنه أنا شفت مراهق عم بيمشي جنب مزرعتي ب19 مارس. قالت لهم هذا الولد كان لابس نفس الملابس يلي انتو كاتبينها بالمعلومات عن لوكس، بس هذا الولد أنا ما عندي أي معلومات عنه غير إني أنا شفته ب19 مارس عم بمر من جنب مزرعتي ومن بعد اختفى. الشرطة قالوا طيب خلينا نروح على مزرعتها أو على المنطقة اللي حوالين المزرعة بركي منلاقيه هناك. راحوا دوروا بمزرعتها وحوالين المزرعة مع الكلاب البوليسية، بس ما كان في له أي أثر. صديق عائلة لوكس قال إنه أنا شفت ولد كأنه بيشبه لوكس كمان ب19 مارس، بس أنا فيني إلكن إنه أنا ما شفته بشكل واضح، شفت خياله. المهم هذا الخيال أنا شفته موجود على التلة، وهي التلة كانت قريبة من المنطقة اللي كانت فيها المزرعة تبعت هديك السيدة يلي قالت إنه أنا شفت شاب بيشبهه مارق من جنب مزرعتي. قالهن لما أنا شفت هذا الخيال كانت الساعة 6:30 المساء. بس كمان الشرطة ما قدروا يحددوا هوية هذا الشاب، لأنه مثل ما قلت لكم هو قال إنه شفت خيال. بالأول لمحت حسيت إنه هو بيشبهه للوكس، بس بعدين صرت شايف خياله. الشرطة راحوا لهديك المنطقة أو للتل حتى يشوفوا إذا في أثر للوكس، بس كمان ما لقوا له أثر. فالشرطة قالوا له طيب أنت شو اللي عرفك إنه اللي قاعد على التل ممكن يكون لوكس؟ قالهن أنا ناديت لوكس أكثر من مرة، وكل ما بقول لوكس هذا الولد بيوقف بيبطل يعمل أي شيء. ب 23 مارس في واحد من المتطوعين شاف ظل. هذا الظل نفس الظل اللي شافه صديق العائلة، وكمان هذا الظل وين كان موجود؟ كان موجود على التل. هذا المتطوع قال للشرطة أنا لما حاولت أقرب من هذا الظل حسيت إنه الظل بلش يهرب مني وبعدين اختفى. بعد أسبوع من هذا الكلام في شاب عمره 25 سنة عنده دراجة نارية. قالهن لوكس أنا شفته بيوم 23 مارس، التوقيت كان الظهر، وشفت لوكس كان عم بيسوق دراجة. الدراجة اللي كان عم بيسوقها دراجة هوائية، وكانت باتجاه قرية قريبة. هي القرية حواليها كتير من التلال الصغيرة، وكمان كان حاطط على ظهره الشنطة. فوراً فريق البحث راحوا لهديك المنطقة يلي حكى عنها هذا الشاهد، استخدموا كمان الكلاب البوليسية، بس كمان ما في أي أثر لإله. بعد فترة ادعى أبو بنته إنهم شافوا شاب مواصفاته مطابقة لمواصفات لوكس بيوم 28 مارس. قالهن أنا كنت بمحل
قريب من هي المنطقة اللي هو ساكن فيها لوكس. قالهن لما أنا وبنتي شفت لوكس انتبهت إنه في معاه امرأة كبيرة بالعمر، الواضح إنه عمرها من 45 ل 50 سنة. الشرطة فورا راحوا على هداك المحل لحتى يوصلوا لأي دليل يساعدهم ويعرفوا وينه، بس كمان ما توصلوا لأي جواب كافي وشافي. بهذا التوقيت يعني مرق وقت طويل على اختفاء الولد، فأهله طبعا كانوا كتير قلقانين عليه. فهون قرر الطبيب الشرعي إنه أنا لازم أجي لعندكم على البيت وأحط مادة اللامينول علشان أشوف إذا في بقايا دم عندكم بالبيت أو لا. حطوا هاي المادة فينا نقول بأغلب الأماكن الموجودة بالبيت، وانتبهوا إنه في على السجادة جنب تخته للوكس ببقع الدم. بس المشكلة إنه ما تم الإعلان عن النتيجة هي، يعني يا هل ترى هي البقعة كانت عن جد بقعة دم، وهل يا ترى إذا كانت بقعة دم راجعة للوكس أو لا. مرق 7 شهور على اختفائه للوكس، وتحديدا بأكتوبر سنة 2015 بدأت عائلة لوكس هون تتلقى رسائل من واحد مجهول. هاي الرسائل كان مكتوب فيها إنه لوكس بخير، لا تقلقوا أبدا. وصلهم تقريبا 11 رسالة، وهدول ال 11 رسالة كانوا كلهم بنفس المحتوى على مدار 9 شهور. العائلة طبعا بلغوا الشرطة بهي الرسائل، فقالوا طيب خلينا احنا نراجع كاميرات المراقبة لمكتب الفرز التابع للرسائل. بعدين اكتشفوا انه المرسل رجال كبير بالعمر، عمره 57 سنة ومصاب بجنون العظمة. ما له علاقة باختفاء الولد، ولكن هو لأنه طبعا سامع عن قصة لوكس استغل الفرصة وقال خليني ألعب بالعيلة. فالشرطة أخذوه وحبسوه. بأكتوبر 2017 حكموا على هذا الرجال بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة سنة تانية. هلأ بقضية اختفاء لوكس كان في أوجه تشابه كبير بين حالته وحالة اختفاء ولد اسمه أنطوان عمره 16 سنة، اختفى بمارس سنة 2016 من بعد ما طلع لحتى يشتري دخان. يعني لما طلع من محل الدخان هون اختفى وما حدا بيعرف وين راح. فهون ربطوا القضيتين ببعض، قالوا إنه الولدين تقريبا عمرهم مقارب، وكمان نفس الشخصية، وكمان ساكنين بنفس المنطقة. بس كمان من بعد ما قارنوا القضيتين ببعض ما طلعوا بأي نتيجة مفيدة. بتاريخ 2018 عثروا الشرطة على بقايا هيكل عظمي لأنطوان بمنطقة كانت بعيدة نوعا ما عن المنطقة اللي هو ساكن فيها، ووقتها ما اشتبهوا بوجود أي جريمة بقضيته. يعني قالوا إنه مات بسبب الظروف اللي كانت حواليه. بشهر يناير سنة 2018 الشرطة اشتبهوا إنه في رجال اسمه لاندي. قالوا ممكن هذا الشخص يكون مشتبه فيه بقضيته للوكس، لأنه كمان هذا الشخص مشتبهين فيه كان المشتبه فيه الرئيسي لاختفاء بنت عمرها 8 سنين. بس البنت هاي اختفت فينا نقول بشرق فرنسا، بس كان في احتمال كبير إنه يكون له علاقة كمان باختفاء لوكس. يعني صحيح المنطقتين بعيدين عن بعض، يعني منطقة البنت اللي خطفت فيها ومنطقة لوكس، بس قالوا ما بتعرفوا يمكن هذا الخاطف يعني بحب يخطف هدول الأولاد الصغار. فلما الشرطة أخذوا معلومات أكثر عن لاندي اكتشفوا إنه هو ساكن بمنطقة بعيدة عن لوكس، بس قالوا طيب خلينا نشوف سجل تليفونه. لما شافوا سجل تليفونه كان بعيد كتير عن لوكس بالوقت اللي هو اختفى فيه، فبهيك استبعدوه عن قضية لوكس. 14 فبراير سنة 2018 هون الشرطة عثروا على جثة البنت اللي كان خاطفها لاندي. كيف الشرطة وصلوا لهي المنطقة؟ لأنه لاندي دلهن عليها لما طبعا اعتقلوه، وقال إنه أنا فعلا اللي خطفت البنت وقتلتها، وبعدين دلن على المكان. بشهر يوليو سنة 2021 هون الشرطة عثرت على بقايا عظام وكمان ثياب. بالأول كانوا شاكين إنه ممكن هاي العظام طبعا كانت عظام بشرية، قالوا ممكن هاي العظام تكون راجعة للوكس لأنه كانت بالمنطقة يلي هو بحب يقعد فيها غالبا. بعد ما أخذوا طبعا تحليل DNA اكتشفوا إنه DNA اللي تم تحليله هو فعلا راجع للوكس.
وما قدروا طبعا يحددوا سبب الوفاة لأنه مثل ما بتعرفوا مرق أكثر من سنة على وفاته. وأهل لوكس قالوا للشرطة إنه لوكس أحيانا كان يروح على هديك المنطقة علشان يجمع بعض الأحجار. فاعتقدوا الشرطة طبعا بناء على كلام الأهل إنه ممكن لوكس مات بسبب حادث، أو هو رمى حاله عمدا، أو ممكن تخانق مع حدا بهي المنطقة. ليومنا هاد مو معروف شو يلي صار بالتحديد مع لوكس، كيف اختفى وكيف مات. وكمان عائلته ليومنا هاد عم تبحث عن الأجوبة لأسئلتها بقضية اختفاء موت ابنهم. حوادث غريبة صارت بأماكن المفروض إنها تفرحنا وتفرح الأطفال. بهيوستن يوم 3 مارس سنة 2021 بمطعم اسمه جاك إن ذا بوكس. هذا المطعم معروف إنه مطعم للوجبات السريعة، ففيكم تاكلوا بالمطعم أو تطلبوا طبعا الوجبات اللي انتم بدكم إياها من خلال الدرايف ثرو، فبتستلموا الطلب وانتم حرين ساعتها يا بتاكلوا جوا السيارة أو بتاخذوا طلبكم وبتاكلوه بالبيت. فبهذا اليوم وتحديدا المساء كان في شخص اسمه أنثوني راموس عمره 35 سنة. فأنثوني كان قاعد بسيارته عم بيسوقها، جنبه كانت زوجته حامل بأشهرتها الأخيرة، وراء قاعدة بالمقاعد الخلفية بنته عمرها 6 سنين. فهدول الثلاثة طلبوا الوجبات اللي هن بدهم إياها، ومن ضمن هي الوجبات كان في بطاطا مقلية. فمثل ما بتعرفوا لما إجا وقت تسليم الطلبات هو كان واقف عند الشباك، فتحت الشباك الموظفة سلمته الطلبات، فهو قبل ما يحرك زوجته أخذت الطلبات منه، بلشت بقى تشوف إذا يعني كل شيء تمام مو ناقص أي شيء، وعطت كل واحد وجبته. فبهذا الوقت البنت اللي عمرها 6 سنين قالت له يا بابا أنت جبت لي بطاطا عادية، أنا بدي الكيرلي فرايز، البطاطا الملفوفة. فالأب قالها خلص كلي هي البطاطا، بس يعني بنت عمرها 6 سنين بلشت تبكي وتقول له بابا أنا بدي الكيرلي فرايز ومن هذا الكلام. فالأب يعني زعل على البنت، فأخذ البطاطا المقلية العادية وقالها للموظفة بدلي لي هالبطاطا ببطاطا كيرلي فرايز. فالموظفة اللي كانت على الشباك اسمها ألونيا فورد قالت له لا ما بصير إنك تبدلها. فقالها أنا بدي أبدلها بكيرلي فرايز، لو بدك مصاري مني أنا بدفع لك حقها، بس بدي إياها عشان بنتي طلبتها. فاجت هاي الموظفة علشان تحكي مع أنثوني، فأنثوني قالها إنه أنا بس بدي كيرلي فرايز. هي عصبت علي وما بعرف ليش هيك عم تعمل، شو هي الموظفة ليش هيك عم تتصرف معي. فألونيا بهذا الوقت كانت عم تسمعه هو شو عم بيقول الموظفة يلي اجت. فقربت ألونيا على الشباك والموظفة كانت قدامها. ألونيا هون مسكت كل الصوصات اللي كانوا جنبها وأخذت كمشة منهم ورمتهم عليه. فهو كردة فعل مسك الوجبات اللي كان هو هلأ يدوب ماخذهم منها ورماهن عليها. فبلشوا الاثنين يرموا على بعض أشياء. بهذا الوقت ألونيا علشان توقف هذا الخلاف تخيلوا شو عملت، طلعت المسدس يلي كان موجود بجيبتها. فهون أنثوني لما شافها إنها مسكت المسدس وجاي على الشباك طبعا هو فورا حرك ومشي بسرعة. فألونيا هون كان مبين عليها من كاميرات المراقبة إنها كانت معصبة، وبهذا الوقت هي كانت موجهة المسدس عليه وعلى سيارته، ولما هو كان ماشي بسيارته هي أطلقت النار عليه مرة واحدة. That's not what I ordered. Can you swap them? She was just like, no, I'm not having it today. It's not, you know. And it's like, listen, I'll pay for it. Like, I don't, it doesn't bug me. No, you can't do that already. That's not what I ordered. Can you swap them? She was just like, no, I'm not having it today. It's not, you know. And it's like, listen, I'll pay for it. Like, I don't, it doesn't bug me. No, you can't do that already.
أنثوني لما شاف هذا الموقف طبعا ما قبل إنه يسكت أبدا، اتصل بالشرطة علشان يخبرهم عن هالموظفة المجنونة. هو بس قالها بتليل البطاطا وبعطيكي مصاري، طلع المسدس وتوجهوا عليه وعلى عيلته كلهم يلي جوا. فالشرطة طبعا لما عرفوا بهذا الموضوع اجوا لحتى يفهموا القصة بالكامل. طبعا لما حكوا معاها لألونيا، ألونيا قالت له ما صار أي شيء، هو بده يعني أبدل البطاطا العادية بالبطاطا تبعت كيرلي فرايز. فأنا قلت له ما بيصير ولازم تاخذ دور، وأساسا إحنا قربنا نسكر، وهو أصر بده البطاطا، يعني بده البطاطا. بعدين هو عصب علي ورمى علي الأكل اللي هو طلبه، وبعدين أنا مسكت الصوصات ورميته عليه. فكل شيء سويته عبارة عن ردة فعل. وصحيح أنا رفعت المسدس عليه بس أنا ما أطلقت النار، وأنا لا أطلقت النار لا عليه ولا على أي حدا تاني. بس الشرطة وهن واقفين برا عملوا طبعا تفتيش كامل للمكان، اكتشفوا إنه في غلاف لطلقة نارية، فمعناته إنه هي أطلقت النار فعلا على سيارة أنثوني. ولما شافوا كاميرات المراقبة اتأكد لهم هذا الكلام بأنها فعلا أطلقت النار على السيارة مرة واحدة. فهي قالت إنه ما عملت هيك وما أطلقت النار عليه، بس الشيء اللي مبين بالكاميرات المراقبة كان جدا واضح. هذا غير انه أنثوني ما كان لحاله بالسيارة، كانت زوجته حامل جنبه، كمان في بنته 6 سنين قاعدة ورا. فهي لما مسكت المسدس ألونيا ووجهته على أنثوني، فهي كانت مستعدة انها يعني تنهي حياة هدول الثلاثة، ما عندها اي مشكلة، بس عشان الجدال والحوار اللي بيناتهم او الخلاف ينتهي بسرعة. تخيلوا يعني لدرجة انه البنت اللي عمرها 6 سنين انهارت وبلشت تبكي لما شافتها جنة ألونيا جوا. حتى الأب يعني انهار، بطل عارف شو بده يعمل، فورا عرف إنه لازم يحرك السيارة ويبعد عن الشباك. والمشكلة إنه الكاميرا يلي صورت كل هالحادثة ما كان فيها صوت، ما في أوديو، بس في فيديو، علشان هيك ما حدا بيعرف شو يلي صار بالضبط. هاي بتقول كلام وهو بيقول كلام، هي اللي بتقول إنه هو اللي بلش بالخلاف وهو بيقول لا هي اللي بلشت بالخلاف. بس إحنا إذا شفنا كاميرات المراقبة بتبين لكم إنه هي يلي بلشت بالخلاف، لأنه هي يلي رمت الصوصات عليه بالأول، وكمان هي طلعت مسدس، يعني هي ما طلعت أي شيء عادي. كبرت القصة. طبعا الشرطة اعتقلوها فورا لما شافوا كاميرات المراقبة، حتى انه أنثوني وكل محامي لحتى يعني يرفع دعوى قضائية ضد المطعم، لأنه كيف هيك بيوظف وحدة حاملة مسدس ومستعدة تمسك هذا المسدس على أي زبون رح يجي ويطلب أي طلب عادي. ومثل ما بتعرفوا البطاطا العادية نكهتها بتكون مختلفة عن البطاطا الكيرلي، فعلشان هيك هو كان بده بطاطا الكيرلي علشان بنته كانت مصرة عليه. فهو إصراره ما كان لأنه هو والله اللي بده، لا بنته يلي بده. وبتعرفوا الأولاد مستحيل يسكتوا إلا لحتى تيجيهم البطاطا يلي هن بدهم إياها أو الأشياء اللي هن بدهم إياها. فالأب بده يريح راسه، بس اتفاجأ بأنه لا، وجع راسه زاد زيادة بسبب هاي الموظفة. محامي لأنثوني كان شايف إنه اللوم كله عليها لألونيا، لأنه طبعا هي اللي ماسكة المسدس وهذا يعني سلاح قاتل. الموضوع كبر زيادة، خصوصا لما عرفوا انه ألونيا بسنة 2012 بمرة من المرات كمان قالت كلام مو حلو أبدا لواحد من الزباين. كمان هذا الزبون كان بسيارته ومرة بالدرايف ثرو لحتى يطلب طلبه وياخده ويمشي، فهذا الزبون طلب وجبته وإجته، إجا بده يطلب طلب تاني، فهي عصبت عليه وقالت له يا بتمشي هلأ ولا بقتلك. وبعدين انتي موظفة بهذا المكان، يعني انتي لازم تكوني لبقة، عرفاني شو عم تحكي، جاي عم تهدديني بالقتل علشان وجبة. فطبعا هذا الزبون ما هان عليه، راح على قسم الشرطة وخبر عنها، فاستدعوها وفهموا منهم القصة بالكامل وكتبوها تعهد بانها ما لازم تقول هذا الكلام لأي حدا، ولا بيتم طردها من المكان وبيتم سجنها كمان. فأنثوني لما عرف هذا الموضوع كان مستغرب انه يعني هي مو اول مرة، هي تاني مرة تقريبا، ولازم أي حدا بده يشغل عنده أي حدا كمان لازم ينتبه بأنه هل في عنده سجل جنائي ولا لا، هل في شكاوي، هل في أشياء تانية عليهم ولا لا. والمشكلة أنه المكان اللي بتشتغل فيه يعني ألونيا مكان مو عادي أبدا، يعني باليوم بمر عليها أشكال وألوان، المزاجات مختلفة بتكون، اللي معصب عليها، الرايق، الهادي، فأكيد مو كل الناس رح يكونوا بهذا اليوم مزاجاتهم مثل بعض. حتى أنثوني من بعد ما كبرت القصة وحط
حطوها بالسجن الشرطة قال بأنه أنا مبلومة، يمكن هذا اليوم كان يوم صعب عليها، كان يوم سيء، الظاهر أنه صار معاها شيء فتفششت فيني، بس أوكي إذا أنا كنت لحالي بالسيارة أنا ما عندي أي مشكلة، بس المشكلة أنه في بنتي عمرها 6 سنين خافت. تخيلوا أنه البنت من بعد هذا الموقف تقريبا بعد شهر بمرة من المرات الأب بده يطلب كمان شيء من خلال طبعا الدرايف ثرو، فالبنت لما شافت انه في شباك وفي موظف جوا فتذكرت كل شيء صار معاها من شهر، فالبنت بلشت تبكي. الاب اضطر انه يمشي بسرعه بدون ما ياخذ طلبه حتى بس علشان بنته تهدى. فقال انه هالحادثه اللي صارت معانا كانت مرعبه، اكيد مرعبه لنا كلياتنا، بس البنت كان عليها اضعاف مضاعفه في هذا الموقف. فقديش الانسان لازم يكون قادر يمتلك اعصابه بسبب ضغوط الحياه طبعا اللي بتكون عليه، وما يتفشش بالناس بسبب مشاكل حياته. لهذا السبب تم سجنها لألونيا مدة سنة. طبعا أنثوني طالب بتعويض من المطعم بسبب اللي صار مع بنته، على كلامه انه قعدت البنت شهور كل ما طلع بسيارة كل ما قرب من شباك البنت تبكي تنهار او يصير معها اي شيء اذا تذكرت هذا الموقف. بس صاحب المطعم والمسؤولين عنه شايفين بانه هن ما لهم علاقة بكل شيء صار معاه لأنثوني هو وعيلته. لوري عمرها 41 سنة، متزوجة وعندها 5 أولاد. بيوم 21 سبتمبر سنة 2001 قررت هي وأولادها الأربعة إنهم يروحوا على الملاهي الموجودة بكاليفورنيا. ابن الخامس للوري يعني كان صغير فما بيقدر إنه يلعب بكل الألعاب أو بأغلب الألعاب، علشان هيك لوري قالت له خلاص أنت خليك عند أبوك. أبوه كان تعبان وبحاجة إنه حدا يكون جنبه، وبنفس الوقت الأب صحيح تعبان بس قادر إنه يهتم بابنه الخامس، فقال له خلاص خليك معاي وأنا وياك بنتسلى مع بعض بالبيت. ففعلا لوري هي وولادها الأربعة راحوا على الملاهي يوم 21 سبتمبر سنة 2001. فلما وصلوا على الملاهي كانوا مبسوطين، ما تركوا لعبة ما لعبوها، كانوا مبسوطين كتير، كل شوي يلعبوا لعبة بعدين مثلا بس يحسوا حالهم تعبانين يعدوا يرتاحوا شوي يرجعوا يلعبوا ألعاب تانية. فمن ضمن الألعاب يلي قررت إنها تلعبهم مع أولادها كانت لعبة الشلال. مثل ما بتعرفوا لعبة الشلال هي عبارة عن مركبة بتعدوا فيها، وهالمركبة بتمشي بتطلع شوي لفوق على منطقة عالية بعدين بتنزل بسرعة والمي بتيجي عليكم، فشعور كتير حلو. ولوري بهذا الوقت كانت حاسة إنها مشوبة، فواو هي اللعبة رح يعني ترطبها شوي وتحس بالبرودة، فكانت كتير مستمتعة علشان تلعب هاي اللعبة مع أولادها. فهي اللعبة كانت مثل أغلب الألعاب لازم يكون في طول معين علشان يسمحوا لكم إنكم تفوتوا وتلعبوا. فلوري كان طولها 170، طبعا كانت طويلة فسمحوا لها إنها تفوت، سمحوا لابن الأول الثاني الثالث، بس في بنت الرابعة عمرها 12 سنة كانت مو قادرة إنها تفوت معاهم لأنها قصيرة، فعلشان هيك قالوا لها إحنا آسفين أنت ما فيكي تلعبي، خليكي واقفة هون تفرجي على أخواتك وأمك عبين ما يخلصوا. فطبعا هي استنتهم بمكان معين عبين ما تخلص اللعبة. فقعدت لوري هي وولادها جهزوا حالهم طبعا وحطوا حزام الأمان ومشيت المركبة يلي ركبوها. فمشيت بالأول المركبة هيك مثل ما بتعرفوا، بعدين بلشت تطلع بالعالي، فطلعت المركبة لحد ما وصلت على ارتفاع 37 متر. فالمركبة مشيت شوي بعدين نزلت من هذا الارتفاع العالي، والمركبة وهي عم تنزل طارت منه لوري وانضرب راسها بالأرض والمي اللي كانوا تحت الشلال. بنتها يلي كان عمرها 12 سنة يلي طبعا ما فاتت معاهم كانت عم تطلع على أمها وهي عم توقع. طبعا الموظفين الناس اللي كانوا موجودين كلهم ارتعبوا، فورا اتصلوا بالإسعاف لحتى يجوا يسعفوها. وصلت سيارة الإسعاف مع المسعفين أخذوها ونقلوها على المستشفى، وبعد ساعات من تواجدها بالمستشفى ماتت لوري. طبعا كلياتنا بيجينا هذا السؤال، ليش صار فيها هيك؟ هل هي بلحظة من اللحظات لما كانت على هذا الارتفاع العالي حست بالخوف وكانت مثلا عم تلوح للموظفين علشان يوقفوا اللعبة عشان تنزل، ولا هي كانت بدها تنهي حياتها لهيك هي شالت حزام الأمان ورمت حالها؟ فبهذا الوقت ما حدا كان فاهم شو اللي صار بالتفصيل. بعد كم يوم اكتشفت الشرطة بأنه لوري ما لازم تفوت على هي اللعبة، مو لأنها قصيرة مثل ما قلت لكم، هي طويلة طولها تقريبا 170، بس اكتشفوا أنه هي وزنها زايد، وزنها 125، فهذا الوزن الكبير مستحيل تقدر تقعد بالمركبة وتحط حزام الأمان عليها ويتسكر ويضل مسكر طول الوقت. يعني ممكن هذا الحزام ينفتح بأي لحظة، وفعلا هذا اللي صار معاها، انفتح
وهي نازلة من المركبة. وللأسف الموظفين اللي بيشتغلوا بهي اللعبة ما انتبهوا أو شافوها إنه أوكي هي سمينة ويمكن مارق عليهم ناس صحتهم منيحة أو سمان، وكانوا شايفين إنه هذا الشيء يعني ما له سبب لحتى ما يخلوهم يفوتوا يلعبوا بهي اللعبة طالما طولهم مناسب للعبة، فكانوا يسمحوا للناس يفوتوا. بس لوري كان يعني حجمها كبير نوعا ما، فما لازم تقعد بالمركبة لأنه حزام الأمان ما رح يكون أمان عليها. طبعا أهلها منهم زوجها وأولادها لما طبعا خلصوا العزاء ودفنوها رفعوا قضية على الملاهي والمسؤولين عليها والموظفين المسؤولين على هي اللعبة بالتحديد. أهل لوري طبعا تم تعويضهم من قبل المسؤولين على الملاهي، بس المبلغ اللي عوضوهم يعني طبعا قد ما كان كبير مستحيل يعني يغطي عن المأساة والأشياء اللي رح يمرقوا فيها طول حياتهم، خصوصا إنه هلأ لوري يعني خلص ميتة. فقالوا للموظفين إذا أنتوا شفتوا في ناس بدهم يلعبوا متوترين لهالدرجة قولوا لهم لا، أنتوا ما لازم تلعبوها لأنه ممكن يموتوا بسبب الخوف. توماس كليفلاند عمره 19 سنة بيوم 7/6 سنة 1966 قرر إنه يروح على كاليفورنيا. هلا توماس هو أمريكي فبحياته ما راح على ديزني لاند، فبهذا اليوم قرر إنه يروح لحتى يشوف ديزني لاند ويتعرف عليها ويشوف شو فيها. ففعلا لما راح كان كتير مستمتع، بس لما كان واقف قدام البوابة الرئيسية ما فات من البوابة، ومو معروف ليش ما فات من البوابة الرئيسية يلي المفروض إنه كل الناس يفوتوا منها. يمكن لأنه ما كان في معاه مصاري تكفيه لحتى يفوت لجوا، لأنه لازم أي حدا يكون موجود وواقف على البوابة الرئيسية يدفع مصاري لحتى يفوت، أو يمكن بسبب العجقة، يمكن كان في ناس كتير واقفين فهو بده يختصر الوقت وخايف إنه يروح عليه أشياء كتير فقرر إنه ما يفوت من البوابة. أو يمكن توماس كان في عنده روح المغامرة فبده يكتشف كيف بده يفوت لجوا من مدخل تاني غير البوابة الرئيسية. فقرر توماس إنه ينط على المسار يلي بيمشي فيه القطار، ومن هذا المسار كان حاطط براسه يمكن إنه ينط على الأشياء التانية القريبة من هذا المسار، وهيك هو بفوت لجوا بدون ما يكون واقف على البوابة الرئيسية. فهو على بين ما تسلق ووقف على المسار تبع القطار، بهذا الوقت القطار كان قريب من توماس، فتوماس كان عم بيفكر وين بده يروح وشو بده يعمل بحاله. القطار كان أسرع منه وصدمه لتوماس وطيره وخلاه يوقع على الأرض هيك لحد ما مات. وفاته لتوماس كانت تعتبر من أوائل الوفيات يلي بتصير بديزني، وهذا الشيء بيخلينا نعرف إنه بالأماكن الحلوة والممتعة ممكن حدا مات فيها بسبب استهتاره لنفسه أو استهتار الموظفين يلي بيشتغلوا فيها. بيوم 13 أغسطس سنة 2007 بملاهي موجودة بكوريا الجنوبية، في هي العجلة اللي بتكون موجودة بالملاهي، هذا الويل اللي بيكون ماشي، وطبعا في مركبات بتوقف المركبة المعينة، بيفتحوا الباب بيخلوا الناس طبعا يفوتوا لجوا وبعدين بيسكروا الباب وبتطلع هي المركبة لحتى تيجي المركبة اللي بعدها ويطلعوا الناس اللي واقفين بعد الناس اللي طلعوا طبعا من أول. فالويل أو العجلة هي ممتعة للعوائل، خصوصا إنه بيطلعوا الآباء والأولاد مع بعض وبيستمتعوا لما بيوصلوا للحد العالي من هي اللعبة ليشوفوا المدينة بالكامل. فبهذا الوقت كان في عائلة كورية واقفين عم بيستنوا دورهم لحتى يلعبوا هي اللعبة. فهي العائلة الكورية كانت مكونة من 7 أشخاص. هال7 أشخاص هدول كانوا من أجيال مختلفة، يعني في الجد، الجدة، الأحفاد، الزوج والزوجة. فهدول ال7 كلهم لما اجوا دورهم طلعوا بمركبة واحدة، وهي المركبة طبعا اتحركت هيك، بلشت تمشي شوي شوي هيك لحد ما وصلت لأعلى مكان. ولما وصلت لأعلى مكان طبعا بهذا الوقت كانوا عم بيطلعوا بكل المنطقة حواليهم، الجو كان ممتع، كمان المنظر كان جدا حلو. وطبعا لما وقفت المركبة يعني هذا الشيء طبيعي، لأنه مثل ما بتعرفوا بتتحرك شوي بتوقف شوي، بتحرك شوي بترجع بتوقف، فهذا الشيء كان طبيعي. بس اللي ما كان طبيعي هو إنه الأولاد لما وقفت المركبة طبعا من حماسهم بلشوا يتحركوا ويحكوا مع الأهل بإنه إحنا خايفين، وبنفس الوقت المكان كتير حلو، وهم بيضربوا على الأرض اللي هن واقفين عليها بالمركبة. فوهن عم بيضربوا الأرض هاي انفتح معاهم الجزء السفلي من المركبة، فلما انفتحت هاي المنطقة من تحت بلشوا يوقعوا كل الناس يلي فيها.
5 أشخاص منهم وقعوا من المركبة فوراً ونزلوا على الأرض ميتين. ما في إلا 2 منهم سلموا من هالحادثة اللي صارت، وهو الجد عمره 70 سنة اتمسك بالحدايد يلي كانوا جنبه. كمان في ولد العائلة عمره 7 سنين اتمسك بالحدايد، على بين ما اجوا طبعاً الموظفين ساعدوه أنقذوه هو وجده. طبعاً الناس الموجودين كانوا مصدومين من الشيء اللي صار، انهاروا طبعاً أهاليهم، الأقارب تبعتهم لما عرفوا طبعاً بالحادثة ما كانوا قادرين يستوعبوا الحادثة، حتى أنه الشرطة غطوا المكان بالكامل، وقفوا اللعبة طبعاً علشان يشوفوا شو اللي صار بالتفصيل، وأخذوا كل الضحايا ودوهن على المستشفى، وهناك أكدوا بأنه كلهم ميتين، ال5 أفراد يلي وقعوا. بعد هاي الحادثة بكم يوم اكتشفوا الخلل اللي كان صاير، اكتشفوا إنه البراغي ما كانوا مشدودين منيح بالمنطقة السفلية. فلما الأولاد حركوا بلشوا طبعا، فالأولاد لما بلشوا يرفسوا البورد أو اللوح اللي كان تحتهم انفتح معاهم، طبعا بسبب إنه البراغي ما كانت مشدودة منيح، فصارت هاي الحادثة. كمان في مراكب تانية مبينة إنه البراغي فيها ما كانت مشدودة منيح، بس العدد يلي راكبين فيها عدد الناس ما كانوا كتار مثل هالمركبة، يعني 7 أشخاص بمركبة واحدة، فعلشان هيك صار فيهن يلي صار. الجد رفع دعوى على هالملاهي بسبب الحادثة اللي صارت معاه، هو خسر زوجته وولده وكمان يعني زوجة ابنه وأحفاده، ما ضل إلا حفيد واحد، فكان كتير متأثر بالشيء اللي صار. وهال5 أشخاص وقعوا من على ارتفاع 20 متر، فكان كتير متضايق بأنه معقول ما حدا يهتم لأمره، يهتم بأنه خسر عائلته بالكامل. وللأسف ما حدا من المسؤولين على هاللعبة أو على الملاهي بالكامل عبروا لهذا الجد اللي عمره 70 سنة وما عطوا أي تعويضات. كريستينا مارينو بسنة 2000 وتحديدا بشهر 6 شهر جون سافرت هي وزوجها من إسبانيا على أمريكا علشان يقضوا شهر العسل مع بعض هناك. بدها تشوف ديزني لاند، بدها تنبسط فيها، وفعلا سافروا على أمريكا، وصلوا على كاليفورنيا تقريبا بيوم 22/6. كانوا مستمتعين طبعا بالأجواء، وبيوم 25/6 راحوا على ديزني لاند. فطبعا لما راحوا لهناك كانوا كتير مستمتعين، عم بيكتشفوا المنطقة بالكامل. هن لما راحوا على ديزني لاند كانت الساعة 2 الظهر، فكانوا عم بيلعبوا ويتسلوا ويضيعوا وقت هيك لحد ما صارت الساعة 8 المساء. فبهذا التوقيت كريستينا حست بأنه راسها كتير عم بيوجعها، مو قادرة تتحمل أكتر من هيك، مع أنه في أشياء لسه ما ساوتهم هي وزوجها. فزوجها لما شافها كتير تعبانة طبعا عطاها دواء علشان يخف الوجع اللي براسها، بس مع هالحبة يعني ما عملت أي شيء، فضل راسها عم بيوجعها زيادة. فقالها طيب خلص طالما راسك عم بيوجعك وإحنا عملنا 3/4 الأشياء اللي بدنا نعملها، خلص تعالي نرجع على الفندق. وفعلا الاثنين رجعوا على الفندق. حاولت إنها تنام تستريح وهدي راسها شوي. تاني يوم لما فاقت حست بأنه لسه راسها عم بيوجعها، بس الوجع كان خفيف نوعا ما مقارنة بامبارح. مع هيك طلعت انبسطت هي وزوجها، ومرق أسبوع على تواجدهم بأمريكا. بعدين رجعت على إسبانيا هي وياه. لما وصلت لهناك كان راسها عم بيوجعها، بس يعني بلشت تاخذ حبوب وما كانت كتير مهتمة إنها تروح وتشوف شو اللي صاير معاها. أحيانا وجع راسها يزيد أحيانا يخف، يعني حسب. بس بنهاية شهر جولاي شهر 7 حست بأنه لا، وجع راسها ماله طبيعي أبدا، الوجع كان عم بيزيد مع الوقت وما كان عم بخف. فقررت إنها تروح على المستشفى لحتى تعرف شو اللي عم بيصير براسها. فلما كشفت وعملت التحليل اللازم وكل شيء، اكتشفوا إنه في نزيف بالمخ. ما مرق وقت طويل لحتى يتم علاجها، ماتت بيوم 1 سبتمبر. فأهلها طبعا لما عرفوا بهذا الخبر زعلوا كتير على وفاتها، خصوصا انه هي عروس ما صار لها زمان. لما دفنوها وخلصت القصة بلشوا الأهل يستوعبوا بينهم بين حالهم بأنه شو اللي صار معاها، ليش إجا هذا النزيف على مخها بهي الطريقة. أكيد هي عملت شيء مثلا معين لراسها لحتى صار هذا النزيف. حتى زوجها كان يعني مستغرب شو اللي صار معاها. فالأهل والزوج طبعا اللي كان معاها وقت شهر العسل بديزني لاند قال للأهل بأنه لما كنا عم نلعب مع بعض هناك ولما بلش وجع راسها كنا يا دوبنا طالعين من لعبة. هاي اللعبة اسمها إنديانا جونز، عبارة عن مركبة بتعدوا فيها وبتمشي هاي المركبة فيكم، بتدخلوا على أماكن بتخوف، بترتعبوا، يعني فينا نقول مثل قطار بيت الرعب. لما بتفوتوا على بيت الرعب بس هو عبارة عن قطار بيمشوا فيكم وبتخافوا، نفس السيستم.
فأهل وزوجة رفعوا قضية على ديزني لاند وعلى المسؤولين عليها بأنه بسببكم إحنا خسرنا البنت، بسبب أنه المركبة كانت عم تهتز كتير، وكمان يعني المركبة كانت بتمشي بأماكن مخيفة، فالواحد بيعصب وبيصرخ وبيخاف وبيرتعب وفي أكتر من شعور بتحسوا فيه. بس المسؤولين عن ديزني لاند كانوا شايفين بأنه إحنا ما لنا علاقة بوفاتها، كل شيء كان طبيعي وإحنا منخاف على الناس اللي عم بيلعبوا، والأمان يعني هذا الشيء من مسؤولياتنا وإحنا منحافظ على الأمان وأكدوا إنه مو بسببهم ماتت كريستينا، بس مع هيك عوضوا الأهل بمبلغ وما قالوا قديش هذا المبلغ. بالنهاية لا تنسوا تخوفوا اللايك، تلعبوا السبسكرايب، تكتبوا لي كومنت بيسحر مثلكم. بشوفكن بفيديو جديد.